وليه مش بتحصل معجزه تثبت ان في ربنا ونامن كلنا خلاص؟ ايه ده، انت مستعجل تدخل النار ولا ايه؟ نار يا عم، بقول لك معجزه. ما هو لازم تفهم ان عقاب الانسان بيزيد لما بيذنب وهو عارف اكتر عن دينه وعن ربنا، وبيكون مرعب ومضاعف لما ربنا يبعت له معجزه وبرضه يكفر بيها. عشان كده لما كانت بتحصل معجزه لاي قوم ويكفروا بيها زي عاد وثمود، كان بيجي لهم عذاب يمسحهم من على وش الارض. ما انت شاطر اهو. وخد عندك اقوى مثال، اصحاب المائده. الحواريون طلبوا من سيدنا عيسى ان ربنا ينزل عليهم مائده من السماء عشان يطمنوا ويامنوا زي ما انت بتقول. تعرف بقى كان جزاؤه ايه؟ اللي كفر بالمائده دي كان جزاؤه ايه؟ مذكوره بالنص في القران، انهم هيتعذبوا عذاب محدش هيتعذب زيه في تاريخ البشريه. وابحث عنها. يا ساتر، ده على كده رحمه كبيره من ربنا اننا ما شفناش اي معجزه ولا حتى شفنا الرسول. طبعا عشان كده المشركين لما طلبوا من سيدنا محمد ان ربنا يبعت لهم ايات ومعجزات، ربنا رد عليهم في القرآن وقال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ربنا ما أرسلش آيات لأنه سبحانه عارف إنهم هيكفروا بيها زي اللي قبلهم ما كفروا، فده كان رحمة وإمهال ليهم لعل وعسى يأمنوا. ولو شاطر زي عمر قول لي في التعليقات مين أشد الناس عذاب في الآخرة ومين أخفهم.